السلام عليكم ومرحبا بكم حباباتي وصحاباتي والناس اللي عزاز على قلبي في قناتي شهيوات المطبخ الاقتصادي. اليوم إن شاء الله وبمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم غادي نشارك معكم عصير طبيعي صحي ومنعش كيجي خاطر كيف كتشوفوا ضروري منه في مائدة الفطور إن شاء الله. مكوناته اقتصادية وسهل في التحضير، حضروه حتى لاخر لحظه ما كياخدش منا وقت بزاف. غنبداو بسم الله على بركه الله، وكيف العاده ما تنساونيش واحد اللايك. عندي هنا واحد الخمسة د الحبات ديال الفريز، هذه هي الوقيته ديالو، جوج خيزوات اولا جزرات اللي قشرتهم، برتقاله، كاس معمرش ديال السكر، وعلبه ديال الياغورت بنكهه الفواكه الاستوائيه. كناخد واحد البول اللي غادي نحك فيه خيزو باش تستافدوا من الفوائد ديال الخيزو. من الاحسن خليوه خضر. انا غادي نحكو في هاد الحكاكه هادي كيف شفتوا على هاد الشكل هذا، ومن بعد غادي نزيد له هاد الفريزه اولا الفراوله، كنحيد لها الطريبيش وكنقطعها. كيف قلت لكم عصير راه طبيعي وصحي ومنعش. فاش كنكونوا صايمين الجسم ديالنا كيكون ناشف، فمن الأحسن ومن الأفضل أننا نعطيوه شي حاجة اللي تكون طبيعية وصحية ومنعشة. من بعد ما ساليت داك الفريزة، كناخد هاد البرتقالة وكنقشرها. دائما كنقول لكم هاد الملاحظة هادي باش العصير ما يجيكم شمر. حاولوا ما أمكن أنكم تنقصوا هاد الطبقة البيضاء ديال البرتقال أولا ديال الحامض شنو ما استعملته. من بعد ما نقص منها الطبقة البيضاء صافي، دابا غادي نقسم هاد البرتقاله، ومن طبيعه الحال الا كانوا فيها شي عظيمات اولا داك الخيط اللي كيكون في الوسط كنحيدوه. سبحان الله، فاش كيكون هاد البرتقال كبير وديال الماكله راه ما كيكونش فيه العظم. انايا واخا قلبت على العظم ما لقيتوش. دائما فاش كندير هاد البرتقال الكبير ما كنلقاش فيه العظومه. صافي غادي نقطع هاد البرتقاله، غادي نجيب الكاس ديال مولينيكس وغادي نخوي فيه هاد المكونات هادو ديال داك الجزر البرتقال والفريز. ومن بعد غادي نضيف له داك السكر. بالنسبه للسكر انا استعملت كاس ما عامرش، نتوما كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم. وغادي نضيف هاد العلبه ديال الياغورت. من الاحسن تكون هاد الياغورت اللي بنكهه الفواكه الاستوائيه، راه كيتواتى مع هاد المكونات. غادي نضيف الماء. هاد الكاس هذا راه كيوزن ليا نص سيترو ديال الماء. صافي وغادي نطحن كلشي مزيان كيف كتشوفوا. وها هو العصير ديالنا واجد. بالنسبه للختوريه اولا للقوام د العصير يمكن لكم تضيفوا كتر من داك نص سيترو ديال الماء. انا الصراحه راني ضفت تقريبا يطرو ديال الماء. نتوما بغيتوه خاطر كتر من هكا كتضيفوا غير نص سيترو د الماء، بغيتوه خفيف شويه كتضيفوا يطرو د الماء. هانتوما شوفوا القوام ديال هاد العصير كيجي خاطر كيجي لذيذ. والصراحه هاد العصير هذا راه مفيد للجسم. حتى لهنايا كنكون وصلت لنهايه الفيديو. اخواتي ما تنسونيش واحد اللايك قبل ما تغادروني. بارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده، خصوصا ان هذا الفيديو هذا راكم غتحتاجوه بزاف في ايام رمضان. كنبغيو نشكلو وننوعو في العصائر، وما كاينش ما احسن من العصير اللي كيكون طبيعي بدون اضافه اي مواد حافظه. خليتكم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو جديد ان شاء الله.